اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات فوازير ومنين يا بلدينا واحنا بلدنا. والمفروض تقولوا لنا اسم المحافظه اللي احنا بنتكلم عنها. محافظتنا اللي بنتكلم عنها النهارده هي عاصمه اقليم الدلتا، فهي بتقع في قلب دلتا نهر النيل. مساحه محافظتنا اللي بنتكلم عنها النهارده 1943 و27% كيلو متر مربع، ووزعها على 8 مدن 8 مراكز 70 وحده محليه. عدد سكانها 5,414,500 نسمة. بتعتبر عاصمتها القديمة وأكبر مدنها هي قلعة صناعة الغزل والنسيج في مصر. وبتتميز محافظتنا مش كونها قلعة لصناعة الغزل والنسيج فقط، لكن هنلاقي فيها كمان صناعات تانية زي صناعة الزيوت والأسمدة والمبيدات والكيماويات والعطور. محافظتنا مش قلعة صناعية، لا دي كمان قلعة زراعية، فهي أكبر منتج للبصل للبلاد ومنتج مهم للقمح والرز. واحده من ستات محافظتنا اللي احنا بنتكلم عنها النهارده كانت السبب في ان يجمع كل علماء الرياضه عشان يقولوا عدد البيض اللي اتكسر منها وطلع بعد كده مثلا حسب البيض. محافظتنا ليها تاريخ طويل بيرجع الى العصور المصريه القديمه، ففيها موقع اسطوره ايزيس واوسوريس، واللي بيوضح لنا ده الاثار المصريه القديمه المنتشره في ارضها. ونظرا لمساحه محافظتنا متراميه الاطراف، ده خلى محافظتنا ما تتبعش لمقاطعه واحده ومعبود واحد، وإنما تبعت لعدة مقاطعات وعدة آلهة معبودة. فكان جزء من مساحة محافظتنا بيتبع المقاطعة رقم 5 بالوجه البحري نيت بحيت، وكانت عاصمتها ساو ومعبودها نيت. وجزء تاني من محافظتنا كان بيتبع المقاطعة رقم 9 من الوجه البحري عليزت، وعاصمتها أبو سريبيا ومعبودها الإله عليزتي. وجزء تالت بيقع من محافظتنا تبع المقاطعة الثانية عشر سب نتر اللي هو العجل المقدس، وعاصمتها سمنود ومعبودها الحور. أما بقى في العصر الروماني فكان في تقسيم مختلف للوجه البحري عن التقسيم اللي موجود قبل كده في العصور المصرية القديمة، فكان بيتقسم إلى إقليمين جستوبينيك ومصر، وكانت محافظتنا بالكامل بتخضع إلى إقليم مصر. بعد الفتح الإسلامي لمصر تم تغيير مسمى إقليم مصر إلى إقليم الريف، وأصبح 14 قرى بدلا من 13 اللي كانوا موجودين في العصر الروماني. كان نطاق محافظتنا بيقع ضمن كور سمنود ودمسيس ومنوف وصا وتو وشباس والفارجون وسخا. احنا محافظتنا الكرام اللي احنا بنتكلم عنها النهارده، اعذروني لو بقطع حاجه غلط واتمنى ان انتوا تصححوها. وفي عهد المستنصر بالله الفاطمي تم استحداث نظام جديد وهو نظام الكور الكبرى، وكانت محافظتنا بتتبع عدة كور. وبعد كده تم استبدال نظام الكور الكبرى وبقت بتسمى أعمال، ومن هنا بدأت تظهر محافظتنا لأن بقت اسمها أعمال، اسم محافظتنا اللي احنا عايزينه، وكانت عاصمتها المدينة الكبرى قلعة الغزل والنسيج. مع بداية العصر العثماني سنة 1527 تم استبدال أعمال بكلمة ولاية، وفي عهد محمد علي باشا سنة 1833 تم استبدال الولاية بمأمورية. وفي سنة 1836 تم تغيير عاصمة محافظتنا من المدينة الكبرى قلعة الغزل والنسيج إلى عاصمة محافظتنا الحالية مدينة الحلويات. وفي الفترة ما بين 1854 ل 1863 فترة حكم سعيد باشا للبلاد، ألغيت مديرية المنوفية وتم ضمها على مديرية محافظتنا تحت مسمى روضة البحرين، ودي المرة الأولى. وحصلت مرة تانية في عهد الخديوي إسماعيل لمدة سنة واحدة سنة 1868، وبعد كده استقلت مديرية المنوفية عن مديرية محافظتنا. وكل محافظاتنا كوب الا محافظتنا اللي احنا بنتكلم عنها النهارده كوب تاني، دي في يوم من الايام عملت جمهوريه واستقلت على البلاد. وبقى أحداث ثورة 1919 واعتقال حكومة الاحتلال البريطاني لسعد زغلول ورفقائه أثار هذا الموضوع غضب الشعب المصري، وبدأ طلاب محافظتنا في الثانوية العامة في الخروج بمظاهرات ضد الاحتلال. لكن الموضوع اتطور جدا في زفتة، وقررت إن هي تستقل عن جمهورية مصر العربية وتعمل جمهورية زفتة بقيادة يوسف الجندي، اللي قدر ان هو يكون من الثوار مجلس الحاكم للمدينة، وعمل عدة لجان: لجنة التمويل والإمداد، لجنة الإعلام، ولجنة النظافة. لا وكمان عمل صحيفة يومية بتسمى صحيفة الجمهورية. في سنة 1798 غزت الحملة الفرنسية مصر، وبعد ما سيطرت على القاهرة
قررت إن هي تتوجه للوجه البحري عشان تقدر تفرض سيطرتها عليه وتجمع الأموال. 4 أكتوبر سنة 1798 توجهت كتيبة فرنسية بقيادة الجنرال لوفيفر إلى عاصمة محافظتنا اللي بنتكلم عنها النهارده، وطلب من حاكمها سليمان الشربجي إن هو يسلم 4 من أعيان المحافظة علشان يقدر يفرض سيطرته على الشعب من غير ما حد يثور عليه. 7 أكتوبر في الوقت ده كان مصادف مولد السيد البدوي، وطبعا كانت عاصمة محافظتنا مكتظة بالزوار اللي رايحين عشان يزوروا المولد. وساعتها قرر حاكم محافظتنا في إن هو ما يبعتش 4 من أعيان البلد، ولكن إنه يبعت 4 من أئمة مسجد الأحمدي أو أحمد البدوي، وده علشان يقدر يخلي الزوار المولد إن هم يقفوا أمام الحملة الفرنسية. وبالفعل قدروا إن هم يتصدوا للحملة الفرنسية، وأصبح 7 أكتوبر هو العيد القومي للمحافظة. أما بقى بالنسبة لأهم المعالم السياحية والأثرية اللي موجودة في محافظتنا، فأشهرها على الإطلاق هو مسجد الأحمدي أو المسجد البدوي، وكمان سبيل الأحمدي اللي بيتميز بالفنون والعمارة الإسلامية الغاية في الإبداع. كمان بنلاقي كنيسة الشهيدة رفقة اللي بيرجع تاريخها لسنة 1465 ميلاديا، واللي بتجمع ما بين النظام البيزنطي والبيزاليكي، غير متحف محافظتنا اللي بيضم آثار مصرية قديمة ويونانية وقبطية وإسلامية. وما ينفعش نزور محافظتنا اللي احنا بنتكلم عنها النهارده وما نروحش قرية بهبية الحجر اللي فيها معبد بيضم عدد كبير من الأحجار اللي بتحمل اسم بطليموس الثاني والثالث، وبترجع أهمية المعبد ده في إنه إحدى أهم المعابد للإلهة إيزيس. طبعا واحنا راجعين بقى بعد ما زرنا محافظتنا ما ينفعش ان احنا نسيبها كده، لازم نجيب سمسمية وحمصية وفولية وحب العزيز والمدلعة. كلمة قالها فيلسوف: اللي يلف الدنيا يشوف. يا ترى كنا فين النهارده؟